مساء الفل. تعالوا كده نعمل قرعة كأس العالم من اختياراتي واشوف كده وجهة نظري ايه. في المجموعة الأولى أنا شايف إن هيبقى أول مجموعة هولندا، وتاني المجموعة ممكن تبقى قطر. في المجموعة التانية أكيد إنجلترا هي أول المجموعة، وويلز ممكن أمريكا، ولكن أنا أعتقد ويلز ممكن تصعد. الأرجنتين أكيد في المجموعة التالتة، والمركز التاني ممكن تبقى بولندا. الناس بتقول مكسيك برضو. فرنسا الأولى في المجموعة رقم دي، والدنمارك التاني. في المجموعة الإي أسبانيا وألمانيا الأول والتاني، بس أعتقد أسبانيا الأول وألمانيا التاني. في المجموعة إف بلجيكا الأول وكرواتيا التاني، وأنا شايف إن المغرب ممكن تعمل حاجة كويسة جدا في المجموعة دي. أكيد البرازيل الأول في المجموعة جي، وسويسرا أنا شايف إن هي تبقى مفاجأة في المجموعة دي. برتغال الأول، وأوروجواي هي التاني. بعد كده هنروح لدور 16. هولندا هتكسب ويلز وتصعد بأول فريق في دور الثمانية. أرجنتين هتعدي الدنمارك. انجلترا هتعدي قطر ومشوارها هينتهي هنا. فرنسا هتعدي بولندا. اسبانيا هتعدي كرواتيا، وانا شاكك في الموضوع ده قوي. برازيل اكيد هتعدي الاوروجواي مرشح الاول للبطوله. انا كنت هقول بلجيكا، ولكن بعد اللي احنا عملناه معاهم وكسبناهم 2-1 وكده، انا شايف المانيا ممكن تصعد. يعني هي اكيد البرتغال طبعا في دور الثمانية. بعد كده هولندا والارجنتين، بحكم طبعا ان انا بشجع الارجنتين، فالارجنتين هتصعد ان شاء الله. هتلعب البرازيل بعد ما تعدي اسبانيا، وفرنسا هتعدي انجلترا، والبرتغال هتعدي المانيا. ده وجهة نظري برضو. والارجنتين والبرازيل، الارجنتين هتروح النهائي وطبعا يعني مش عارف ازاي، والبرتغال برضو هتروح النهائي، ويبقى ده نهائي اتمناه دايما الارجنتين والبرتغال. ويتوج ليو ميسي ببطولة كاس العالم الوحيدة اللي ناقصاه، بما ان دي حاجة بتمناها، يعني ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. ادخلوا على موقع بي ان سبورت بريدكتور وورلد كاب، كل واحد يعمل التشكيلة بتاعته ويكتبها لنا في الكومنتات.